الثراء اللي في الشعر رأيك؟ هو الشاعر المتنوع الإنتاج يجد نفسه في حيرة. أنا وجدت نفسي في حيرة. أنا لا أدري إن كان هذا عيبا أم ميزة في أنني أكتب في شتى المجالات وفي شتى الموضوعات، والإصدارات الشعرية تأتي على فترات متباعدة، فأردت أن يجمع الديوان قدرا متنوعا من تجربتي حتى يصل للمتلقي وللقارئ وللناقد أن هذا الشاعر يكتب في أشكال متنوعة من الشعر العربي وبأشكال متنوعة أيضا من أشكال القصيدة العربية، ونوع من التعجل بالنسبة للمبدع يرى أنه كلما أنتج أو أبدع قصيدة يود أن يخرجها للقارئ في شكل ديوان أو في شكل نشر ورقي، أو على الأقل في المرحلة الحالية من الحياة النشر الإلكتروني من خلال الشبكة العنكبوتية أو ما يسمى بالنت. لكن فكرة يعني التعدد الشعري أو الإنتاج الشعري زي ما حضرتك تحدثت عنها الآن بتحمل في داخلها يعني ارتباط وثيق بتأثر الشاعر بالأحوال أو بالأحداث من حوله. يعني نقدر نقول إن رغبتك في الكتابة عن ما يدور من حولك أو ما يحدث من حولك تجسدت فعلا في هذا الإنتاج الشعري، صح كده؟ نعم إلى حد ما. كما قلت هي تجارب شعرية أو نقول تجارب شعورية متعددة تحصل الشاعر، تجارب وطنية وتجارب عاطفية ووجدانية، ربما تجارب إنسانية بشكل مطلق، فليس بالضرورة أن يعبر الشاعر عن الأنا الخاصة به، بمعنى أن لا يجب أن ينسب كل ما يكتبه الشاعر إلى أناه الشخصية أو إلى ذاته الشخصية، وإنما هناك أنوات متعددة إن صح التعبير يكتب عنها المبدع والشاعر، ربما تأثر بتجربة وجدانية بجانبه أو عاصرها أو شاهدها يكتب عنها. الاعتقاد السائد عند العامة أن كلما كتب الشاعر قصيدة أسقطوها عليه شخصيا واعتبروها أنها من إنتاجه، وإن كان هذا يعتبر إضافة سرية للشاعر ودليل صدق ودليل قدرة إبداعية وقدرة صياغية للشاعر، ولكن ما أود أن أؤكد عليه أن الشاعر لا يكتب من أناه المفردة أو من أناه الذاتية الواحدة، وإنما تتماوج وتتفاعل بداخله أنات مختلفة وشكوس مختلفة، أو بمعنى أسهل بالنسبة للمتلقي تجارب شعورية مختلفة يستطيع أن يتفاعل معها ويتجاوب معها الشاعر. أستاذ رفعت، أود يعني أن أتحدث مع سيادتك عن فكرة الكتابة الشعرية. هل فعلا تفضل كتابة الشعر باللغة العربية الفصحى أم هناك بعض التجارب التي حملت في داخلها طابع علمي حضرتك استخدمت فيها اللغة العامية؟ أنا بدأت شاعرا فصيحا، يعني رفعت منذ ولادتك وكتابتك. منذ البداية كانت الشعرية الفصيحة هي التي تغمرني، وعرفت بين العامة وبين القراء وبين النقاد أنني شاعرا فصيحا. لكن في المرحلة الأخيرة أعود مرة أخرى إلى التجربة الشعورية وكيف تلح على الشاعر أن يكتبها. وعندما أقمت أو أنشأت ما يعرف بالصالون الأدبي لرفعت المرصفي في قريتي مرصفة مركز بنها محافظة القليوبية، والتصقت بالقرية المصرية وتجاوبت كثيرا مع السيرة الذاتية لرفعت المرصفي الطفل في هذه القرية، ألحت علي تجربة شعورية ولكن جاءت بالعامية المصرية، فأصدرت ديوانا كاملا بعنوان الله عليك يا زمان الطيبين، كان بالعامية المصرية. إذا التجربة الشعورية هي التي تلح على الشاعر بأن يكتبها. ألحت علي أن يكتب شعرا وطنيا يكتبه، شعرا حزينا يكتبه، شعرا مؤلما أيضا يكتبه، حتى وإن ألحت عليه أن يكتب شعرا عاميا يكتبه أيضا. جميل. يعني صراحة هذا الديوان مليء بالكثير من القصائد والتي تدعونا وتنادينا لإلقاء البعض منها، فدعنا يعني نتخير قصيدة جديدة لنلقيها على السادة المشاهدين. نعم. وما دمنا نتحدث عن التنوع وقدمنا القصيدة الحديثة ممثلة، وجب علينا بقى التنوع في القصائد. وجب علينا أن نقدم
القارئ قصيدة من الشعر البيتي أو ما يسمى بالقصيدة الكلاسيكية أو القصيدة البيتية القديمة. تداعيات على حافة الذكرى، هل كان مثلي ناسيا لهواها، وهي التي في مقلتي سكناها، وهي التي بين الضلوع تألقت وتماوجت فوق السنا عيناها، وهي التي عند الحديث عن الهوى أجد الكلام معانقا إياها، وهي التي ذوبت حزني عندها، وهي التي مس الفؤاد ثناها. قسمات مبسمها الشهي تهزني وتحيلني فوق الربا تياها، يتعانق الحلم الجميل مع المدى، ويمر طيفا يجتلي مرآها، حطت على بحر النهى أغرودة تغري لدي الليل والأمواها. يا ويح قلبي لا يمل خفوقها، ما زال يقبس من سنى ذكراها. يا ويح عيني لا تزال تضمها، والحسن والألق الجميل مداها. يا ويح شعري لم يزل يشدو لها أشهى الرؤى، وبحسنها يتباهى. جميل. هل تحدثت عن مصر في هذا الديوان، أو كان لها بعض القصائد الشعرية؟ نعم، مصر دائما في العروق وفي القلوب. وفي القلب، صح؟ وفي القلوب وفي العروق وفي كل، نحن جميعا. أعتقد أنك ذكرتها في معظم يعني دواوينك، تحدثت عنها وعن يعني البيئة والنيل، يعني من صح كده؟ لا توجد قصيدة أو لا يوجد ديوان لرفعت المرصفي، وليس لرفعت المرصفي فقط، وإنما لا يوجد ديوان لأي شاعر مصري لا يكون أو لا تكون إلا ويتطرق لمصر. هي في بؤرة العين وفي حدقة العين كما يقولون. هذا الديوان. طيب. ربما ما الجديد الذي تحدثت عنه فيما يخص مصر يعني؟ ربما لأن هذا الديوان صدر قبل ثورة 25 يناير، فلم يحتوي على هذا الإحساس الجديد الذي انتابنا جميعا والذي اعترانا جميعا كمصريين. كنت أود أن يلحق هذا الديوان بالثورة، لكنه أتى من قبلها. فيما بعد يعني أطلقت بعض الدواوين الخاصة. نعم، هناك ديوان كامل عن الثورة، ثورة 25 يناير، بعنوان هديل وأوجاع، يتحدث عن الثورة المصرية في 25 يناير، وعن الإحساس بالطوق إلى الحرية، وعن مشاعرنا وأحاسيسنا كمصريين وكمثقفين بهذه الثورة التي أعادت لنا الحياة، فأعادت لنا الحرية، وأعادت صياغة الشخصية المصرية من جديد. تحدثت عن الحرية كمعنى أو قيمة فقط، ولا هناك صور أخرى، أشكال أخرى يعني فرضت نفسها على الديوان الخاص بثورة 25 يناير؟ هو طبعا كان في بداية هذا الديوان كان ميدان التحرير هو الحافز وهو المؤثر، لأنه هو الرمز الأساسي. هو الرمز الأساسي وهو البداية التي لم نكن نعلم جميعا كيف سيكون يوما ما سيكون فعلا رمز للثورة. نعم. وهل ستنجح أم لا تنجح، وما هي النتائج، وما هو القدر الذي سوف نحصل عليه إبان هذه الثورة وإبان هذا المكان. فكان ميدان التحرير هو البداية، وبالتالي حصل ميدان التحرير على عدة قصائد، ثم جاءت بعد ذلك التداعيات المختلفة للثورة، وأتت الحرية، وأتت الإحساس، وأتى الإحساس الإنساني المصري بقيمة الحرية وبمعناها، وكيف كنا وكيف عدنا وكيف عشنا وكيف نعيش. كل هذه التموجات وهذه التقلبات الحقيقة أستطيع أن أقول أنني قد صغتها شعرا من خلال ديوان هديل وأوجاع، وربما هذا يعتبر سبق أدبي بالنسبة لرفعت المرصفي، لأن هذا الديوان لم يصدر حتى الآن، ولكنه في طريقه للصدور. يعني تحدثت عن الأوجاع كما يبدو من اسمه. طبعا الأوجاع التي شهدناها ما قبل الثورة طبعا، صح؟ الأوجاع هي التي فجرت الهديل. العنوان يقول هديل وأوجاع، وبدأت بالهديل
حتى أضفي نوعا من التفاؤل على الديوان، لكن الأوجاع هي التي سبقت الهدير، أو كما يقولون المخاض هو الذي سبق الولادة، ولادة الحرية بالنسبة لهذا الوطن الأعز. جميل. يا أستاذ رفعت، الحقيقة يعني عايزة كنت أسأل حضرتك عن مصر تحديدا. هل يعني في بعض الشعراء الحقيقة كنا بنلتقي بيهم كان في بعض الأحيان يتحدث عنها بجمالها، بشعبها، بعاداتها، بتقاليدها، والبعض الآخر قد يضيق منها. فيعني هل كل كتاباتك عن مصر كانت يعني مناجاة ومناداة وحبا في مصر، ولا لمت عليها أو انتقدتها في يوم ما؟ التجارب الشعرية مختلفة. كما قلت ربما أتحدث عن تجربة إنسانية بسيطة وأكون أتحدث فيها عن الوطن وعن الحرية وعن مصر، وربما أتحدث عن تجربة وجدانية عن مصر وتخرج بمثابة وكأنك تتحدثين عن الحبيبة، عن المرأة. ربما في بعض القصائد لي والشعراء آخرين يتحدثون عن مصر وكأنهم يتحدثون عن المحبوبة، عن الأنثى. ونتحدث عن مصر أحيانا من منطلق التجربة الشعرية. هل التجربة وجدانية رائقة وسلسة، وهل التجربة يشوبها قدر من التعقيدات كما حدث من خلال ثورة 25 يناير؟ إذا التجربة الشعرية هي التي تفرض الموضوع التي نتحدث فيه. ومن حسن الحظ أنني معي قصيدة عن ميدان التحرير بعيدة عن حروف على صفحة القلب. إن أردت أن ممكن نستشهد بعض نعم كلمات هذه القصيدة نستمع إليها؟ نعم. على ضفاف الحلم. يا حلمنا المسكوب في أعراقنا، أطلق عبيرك في سنى الميدان، واقشع فلول الظلم من أحداقنا حتى يسود ويستوي الميزان، واملأ قلوب العاشقين رؤى، وافتح ضفاف الحلم للإنسان. يا حلمنا المسكوب في أعراقنا، ما عاد في المضمار توريث ولا بهتان، ما عاد في المضمار نباح يواري سوءة الطغيان. يا حلمنا المنقوش فوق جدائر الدنيا، بدد سراب غيومنا وخضوعنا، واكشف عيون الشمس الأيام. هذا مقطع قصير ربما لا يتسع الوقت للإضافة. إن افترشنا الأرض آمالا تغني، وارتويناها دماء من شذا الأوطان، وعلى كتاب الموت ما زلنا شهودا، وعلى ضفاف العتق ألقينا السلام. يا حلمنا المنصور فوق ربوعنا، إنا نبتنا هاهنا ولسوف نبقى حتى تفور الأرض بالأحلام، حتى تفور الأرض بالأحلام. والمقصود هنا أرض ميدان التحرير، حيث كنا جميعا من استطاع أن يذهب ومن لم يستطع يحيا على أمل أن تنبسط أطياف وأهازيج الحرية من قلب هذا الميدان، وقد حدث بالفعل. أنا ملاحظ على معظم قصائد حضرتك إن هي قصيرة، يعني مش القصيدة يعني لا تستغرق إلا مثلا زي ما أنا شايفة من حضرتك، يعني مقاطع كده، مش بتتكلم كلام كثير. فهل حضرتك من محبي فعلا إنك تطلق الهدف بتاعك في كلمات بسيطة؟ كما قلنا الشعر تلميح لا تصريح، وكلما أوجدنا في الشعر وكلما كان الشعر قليلا ومكثفا وكلما وصل إلى قلب متلقيه. العبرة في الشعر ليست بعدد الصفحات، وإنما بقيمة الشعر وبقيمة الشاعرية وبمدى الهزة التي يحدثها هذا الشعر في قلب المتلقي. الشعر ليس كبقية الكتابات الأدبية الأخرى كالرواية كالقصة، حيث نكتب صفحات وصفحات لكي نعبر عن لحظة إنسانية ما، وإنما بيت من الشعر واحد قد يحتاج إلى شرحه وإلى كتابته نثرا إلى مئات الصفحات.
جميل. يعني قلنا الوطن وتحدثنا عن حبك لمصر وبعض القصائد الرومانسية، هل هناك موضوعات أخرى يعني موجودة في هذا الديوان؟ نعم، أحدثك عن قصيدة من نوع من أدب المعارضة أو من أدب المعارضات، كما قدمت من التنوع الموجود في هذا الديوان. هو هناك شاعر في المملكة العربية السعودية، شاعر جميل الدكتور عبد الرحمن صالح العشماوي، كتب قصيدة في مرحلة زمنية ما ونشرها في مجلة ما أكتب فيها وقرأتها وعجبت بها كثيرا. كانت بعنوان ريحانة القلب، فعرضتها بقصيدة أخرى من نفس البحر الشعري أو الوزن الشعري ومن نفس التجربة الإنسانية، ولكن أطلقت عليها ريحانة الشعر وأهديتها لهذا الشاعر الذي أكن له كل تقدير واحترام. ريحانة الشعر، روح الشعر لم تغب، غرد كما شئت لا تجزع من الصخب. ريحانة الشعر عين الشعر واعية تقلب